بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم يا غاليين؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة جدا وبسيطة جدا. آه لو انتي مستعجلة أو جالك ضيف فعايزة تعمليها بسرعة، اللي هي صينية الفراخ بالبطاطس. آه دي فرخة أنا طلعتها من الفريزر وكانت سايباها تفك، طبعا منقوعة في ليمون وخل وملح وسكر طبعا أكيد. وهنا البطاطس أنا قشرتها وقطعتها حطيتها في مية، ومعايا هنا بصل فلفل أخضر وتوم. وهنا كمان البهارات بتاعتي، معايا ورق لورا وطبعا حبهان ومستكة، معلقة مرقة بودر، فلفل أسمر، كمون، كزبرة، وقرفة، وطبعا أكيد ملح. ومعايا هنا كمان دي طبعا إضافة اللي حابب يعني يضيفها براحتك، دي هريسة شطة طبعا مطلعاها من الفريزر، هاخد منها معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة حسب ما انتي بتحبي. لو بتحبيها حامية قوي هتحطي معلقة كبيرة، لكن طبعا احنا مش بنحبها حامية قوي قوي يعني، فبتبقى ايه يدوب على قد معلقة صغيرة. انا هنا هفك الفرخة او يعني هقطعها وهجهزها يعني عشان نبدأ مع بعض إن شاء الله صينية الفراخ أو صينية البطاطس بالفراخ. آه، أيا كان، طبعا تنقذك في أي وقت. أي ضيف جالك بسرعة بسرعة بتتعمل. انتي جاية متأخرة ومش عارفة تطبخي ايه، في ثواني بتتعمل. أنا هنا فكيت الفراخ وقطعتها وزي ما انت شايفة عملت الطماطم في الخلاط. ومعلش اعذروني، طبعا أنا اللي كنت بصور والكهرباء قطعت عليا، بس صممت ان انا اكمل لكم الفيديو، لان احنا عندنا اللي هو تصليحات لحياة كريمة في البلد، فالكهرباء كانت تقطع مدة طويلة يعني. ف قلت اما اكمل لكم الفيديو. يعني انا قطعت هنا البصل زي ما انت شايفة، وعليها الفلفل الاخضر، وكمان دقيت الثوم، وبعدين حطيت عليها البهارات بتاعتها وحطيتها في الصينية، وحطيتها رفعتها على البوتاجاز على طول. هدي الفراخ بتاعتي تشميعة. انا مش بحط عليها البطاطس والطماطم غير لما اشمعها من الناحيتين او من الجهتين على على النار زي ما انت شايفة او على البوتاجاز. انا اديتها يدوب بس اللون الذهبي ده زي ما انتم شايفين، وبرضو اخدت طعم البصل والبهارات والحاجة. وبعد كده هضيف عليها البطاطس والطماطم عشان اكمل بقية الصينية الفراخ بالبطاطس او البطاطس بالفراخ ايا كان المسمى بتاعها. سهلة جدا جدا جدا، وحتى المبتدئين في المطبخ يعرفوا يعملوها. معلش طبعا الإضاءة معايا، أنا بنور بالكشاف فإيه وماسكة التليفون، فمعلش اعذروني. بس بصراحة أنا يعني حبيت إن أنا أصور لكم الفيديو ده، يعني ما شيلوش زي ما هو، بصراحة بكل الظروف اللي حواليه، يعني إن الكهرباء كانت قاطعة والدنيا، بس حبيت إن أنا أكمله لكم. هنا صينية البطاطس حطيت عليها الطماطم وحطيت عليها فلفل أسمر كمان، وطبعا الملح و... وحطيتها بقى على البوتاجاز. الفراخ هتنزل المية بتاعتها، ولو حبيت لو لقيتها محتاجة مية هضيف لها مية تاني. هنا اللي حطيت على البوتاجاز حلة تانية وحطيت فيها زيت. هنعمل النهاردة مش هنعمل رز مع البطاطس أو مع الفراخ، هنعمل حاجة تانية اللي هي الشعرية اللي هي لسان عصفور. هنعملها زي الحشوة بتاعة الحمام أو البط أو أيا كان الطيور اللي انتوا بتحشوها بيها. بس بتبقى طعمها جميل جدا. بصراحة أنا فكرت فيها إن أنا أعملها بديل للرز. أنا حمرت الشعرية وزي ما انتوا شايفين هحط عليها بصلة اللي هي مرتة، اللي هي بصلة مفرومة أو متقطعة ناعم، عليها ملح وفلفل، وعليها كمان فصين توم. هضيفها بعد ما احمر الشعرية كويس، انا كنت كده كانت اتحمرت. هضيف عليها البصلة زي ما انتوا شفتوها واقلبها، لان ما ينفعش ان انا احط البصلة من الاول هتتحرق مني، فبحطها بعد ما ابدا الشعرية تكون بدأت تتحمر. هحطها تتشوح معاها وتتقلب معاها. اول ما البصلة اشم ريحتها وتطلع كده وريحتها تبان، يعني بدأت ان هي تتشوح،
هاضيف بقى لو عندي شوربة هاضيفها، بس أنا ما عنديش شوربة في الوقت ده، فضِفت مَيّة وحطيت مكعبين مرقة زي ما أنتم شايفين الكشاف باين في المَيّة بتاعة الشعرية، وأحط كمان الملح زيها زي الرز بالضبط، هاطبخها زي الرز بالضبط، هاضيف المَيّة والملح وهاسيبها بقى تغلي، وبعد ما تغلي وتبدأ الشعرية أو تتشرب المَيّة بتاعتها يعني زي الرز بالضبط، هاوطّي عليها وأهدّي عليها، زي ما أنتم شايفين معايا صينية البطاطس، على فكرة المَيّة دي كلّها الفراخ نزّلتها، أنا ما حطيتش والله ولا نقطة مَيّة، ما حطيتش مَيّة خالص، وعلى فكرة أنا ضِفت لها كمان معلقة دبس رُمّان، بجد طعمها روعة، 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 لو عندِك دبس الرُمّان بجد استعمليه في الأكل، هتاخدي نتيجة فوق الممتازة. هنا الشعرية كانت شربت المَيّة بتاعتها، كنت باورّيها لكم إنها بتتشرّب المَيّة بتاعتها زيّها زي الرز، وبتبقى في منتهى الجمال، بتبقى طعمها بجد تحفة. هنا الأكل كان خلص معايا وسِبتها كانت لدِّنت، هنا صينية البطاطس حطيتها في الفرن، حمّرت وشّها، وبعدين هاعمل بقى خطوة كمان اللي هي الفحم، أنا هنا حاطة على النار فحم أو مكعبات الفحم اللي هي سريعة الاشتعال، حاطاها زي ما أنتم شايفين أنا حطيت طبق لازم يكون معدن، أو لو عندِك اللي هو آمم ورق الألمونيوم، ورق الفويل، بتعملي حاجة زي طبق كده وتحطيه يعني زي مربع أو طبق كده، وبتحطي عليه معلقة زيت وبتحطي فيه أو سمنة، وتحطي عليه الفحم وتغطي عليه بالشكل ده، تكتمي البخار بتاع الفحم عشان ينزل يخلّي طعم الفراخ كأنها زي الفراخ المشوية بالضبط، زي اللي بتشتريها من المطاعم والمحلات، بجد بيبقى طعمها تحفة، 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 وطبعًا معمولة في البيت، فأنتِ ضامنة نضافتها. وهنا كانت الشعرية استوت معايا زي ما أنتِ شايفة، مفلفلة ومش معجنة، وبجد طعمها روعة، وكمان مش لازقة في الحلة ولا حاجة خالص، بجد كانت تحفة. جرّبيها، بجد ولادي يحبوها جدًا، زي ما أنتم شايفين أنا باشيل الطبق خلاص، أنا كده أخدت الريحة والطعم اللي أنا عايزاه، وغرفت كمان معايا الشعرية، وده الأكل بتاعنا النهارده، كان الغدا بتاعنا النهارده في قناة أم طارق وعمايل إيديها، وزي ما باوريكم كده ده زيتون مش بتاع السنة دي على فكرة، الزيتون ده بقى له سنتين. أنا ما عملتش الزيتون السنة اللي فاتت لإن كان ظروف تعب جوزي، فده بقى له سنتين عندي، وده كان الغدا بتاعنا يا رب يعجبكم ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.